أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام. النهاردة أخوكم في جولة في بيت الكريتلية أو متحف جاير أندرسيون. فلو أنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من جولتنا ورحلتنا. فهيا بنا نبدأ جولتنا. ولد جاير أندرسيون في بريطانيا عام 1881 ميلاديا، وعمل طبيبا في الجيش الإنجليزي، وكان من بين الضباط الذين خدموا في الجيش الإنجليزي والجيش المصري في وادي النيل. واستقر أندرسيون بمصر التي عشقها من كل جوائحه منذ عام 1908. واعتبر أندرسيون مصر وطنه الثاني، وقد ذكر في مذكراته المحفوظة في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن، ذكر عبارة: مصر أحب الأرض إلى قلبي، لذلك لم أفارقها، لأني قضيت بها أسعد أيامي منذ مولدي. وكان أندرسيون مهتما بالآثار من العصور المختلفة وخصوصا الفن الإسلامي، حيث قام بتجميع مجموعات نادرة تعرض حاليا في المتحف. وهذا المتحف يسمى بيت الكريتلية. والبيت الأول تم إنشاؤه المعلم عبد القادر الحداد سنة 1540 ميلاديا 947 هجريا، وهو المعروف باسم بيت آمنة بنت سالم، ونسب إليها البيت حيث أنها آخر من امتلكته، والتي يظن أنها من أسرة أصحاب المنزل الثاني. أما البيت الثاني فقد بناه أحد أعيان القاهرة، وهو محمد بن الحاج سالك بن جلمام سنة 1631 ميلاديا. وتعاقبت الأسر الثرية على سكنه حتى سكنته سيدة من جزيرة كريت، فعرف من ذلك الحين ببيت الكريتلية نسبة إلى هذه السيدة. وتاريخ هذين البيتين يرجع إلى السنين، وكاد أن يتم هدمهما أثناء مشروع التوسع لجامع أحمد ابن طولون في ثلاثينيات القرن الماضي سنة 1930 إلى 1935 ميلاديا. فصارت عدة لجان من حفظ الآثار العربية بترميم وإصلاح البيتين ليصبحا من أبدع الأمثلة القائمة على طراز العمارة في العصر الحديث في العصر العثماني. في عام 1935 تقدم الميجور جاير أندرسيون، والذي كان من الضباط الإنجليز كما قلنا سابقا في مصر، بطلب إلى لجنة حفظ الآثار العربية بأن يسكن في هذين البيتين، وأن يقوم بتأسيسهما على الطراز الإسلامي العربي، ويعرض فيهما مجموعته الأثرية من مقتنيات أثرية إسلامية وحتى فرعونية وأسيوية، على أن يصبح هذا الأساس ومجموعته من الآثار ملكا للشعب المصري بعد وفاته أو حين يغادر مصر نهائيا. فوافقت اللجنة، وبالفعل لم يدخر جاير أندرسيون جهدا في تنظيم البيتين، ولم يبخل بإنفاق المال على شراء الأساس والتحف من البيوت الأثرية ومن الأسواق العاديات في مصر وغيرها من القطع الفنية التي تنتمي للعصور الإسلامية، ومنها صناعات عربية، ومن الصين وفارس والقوقاز، ومن آسيا الصغرى والشرق الأقصى وقتها. كانت التحف من أوروبا، وما أن توفى أندرسيون حتى نفذت الوصية وآل البيتين وما فيهما إلى جمهورية مصر العربية. والشاهد على غرام الضابط الإنجليزي بفتاة مصرية، حيث ترك لنا أجمل المتاحف والمقتنيات. ويقع متحف جاير أندرسيون أو بيت الكريتلية كما قلنا سابقا مربع، ومساحة المبنى أو المتحف 2000 متر، ويتكون المتحف من 29 قاعة تتميز بأسقفها الخشبية المزينة بالزخارف النباتية والهندسية. كما يحتوي المتحف على سبيل به بئر، وقد عرضناه في أول الفيديو. ومن أشهر قاعات المتحف مجموعة القاعات المتخصصة
منها مثلا على سبيل المثال الهندية والصينية والدمشقية والفارسية والبيزنطية والتركية، وكل منها تحتوي على أساس من نفس طراز اسم القاعة. فلو كنا بنتكلم على الفارسية سوف نجد في هذه الغرفة كل الأساس فارسي. وإذا كنا بنتكلم على الحجرة الدمشقية فنجد أن معظم الأساس على سبيل المثال من دمشق. ويضم المتحف مجموعة قاعات تتبع عمارة المنزل، ومنها أشياء كثيرة. وقد قام جاير بتأليف كتاب اسمه أساطير بيت الكرتلية، ونشره في لندن ليحقق نجاحا كبيرا. والكتاب هنا يروي لنا حكايات بعضها شديد الخيال وبعضها مقتبس من قصص القرآن. ثم الآن نتكلم على اللوحات الفنية المعروضة أمامنا، ومجموعة رائعة وفريدة لرواد الفن. واحنا حاليا دلوقتي داخلين حرم حرملك الكرتلية. وحرم حرملك الكرتلية فيه مجموعة نادرة من الأساس ومن التحف ومن الصور. واحنا دلوقتي زي ما انتم شايفين على الشاشة حرملك الكرتلية، وبه بعض اللوحات الفنية المعروضة، مجموعة رائعة وفريدة لرواد الفن في العصر الحديث للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى لوحات لفنانين غربيين من أبرزهم المصور الإنجليزي سبيرلينج وتوماس جاير أندرسيون الشقيق التوأم للماجور أندرسيون، وبرنارد رايس مؤسس فن الجرافيك المصري الحديث. الأنشطة الموجودة في متحف جاير أندرسيون، لو أنت حضرتك هتزور هذا المتحف ليكن التجول أولا في الأنشطة التي تقوم بها أو يقوم بها المتحف، فأنت بحاجة أولا لاستكشاف المتحف وأجزائه المختلفة ومعروضاته المتنوعة. وسوف يساعدك في ذلك وجود جولات إرشادية، إذا كنت في حاجة إلى الاستعانة بها فلتستعين بها. والأمر الأكيد عند مجيئك إلى بيت الكرتلية لابد أن يكون هناك العديد من المعروضات التي ستلفت انتباهك، وستحوز حينها أخذ بعض الصور التذكارية لمثل هذه القطع المثيرة للاهتمام. وهذا الأمر قد أتاحه المتحف في كل قاعاته. وإذا كان عليك أن تمضي وقتا كافيا لمشاهدة معروضات المتحف، فهناك قطع تعود لعصر ما قبل التاريخ وقبل الميلاد، وقطع أثرية تعود لعصر التاريخ القديم، وكذلك عصور أثرية وسطى المبكرة وأخرى الوسطى المتوسطة والمتأخرة. إذن سوف تستمتع خلال رحلتك في متحف جاير أندرسيون برؤية العديد من المعروضات التي تعود إلى الحضارات القديمة، بما في ذلك المقتنيات الأثرية من الحضارة الفرعونية. والإمبراطورية العثمانية عبارة عن مرحلة تاريخية تميزت بجوانب عديدة، ويوجد في متحف جاير أندرسيون عدد من القطع الأثرية التي تعود إلى ذلك الإمبراطورية العثمانية، والتي تستحق منا أن نخصص بعض الوقت لمشاهدتها والتأمل فيها. ولكن يوجد مجموعات إسلامية يحتويها متحف جاير أندرسيون لابد أن تحرص على رؤيتها، فبالطبع أنك لن تفوت مشاهدة القطع الأثرية التي تنتمي إلى الحضارة الإسلامية أيضا. وإنني أدعوك لأن تشاهد معروضات فنية كثيرة مثل فنون العمارة القديمة والفنون الشعبية والتحف الفنية والفنون الإسلامية واللوحات الفنية. وهذا المتحف يعد طابعا تاريخيا مميزا عن طريق معروضاته التي ألقت الضوء بشكل خاص على تعريف الزوار بتاريخ البلاد. ومن بين هذه المعروضات يمكن للزوار رؤية أضرحة للحكام القدماء،
ثم يعد متحف جاير أندرسيون في القاهرة بمثابة جسر يربط بين تاريخ البلد العريق وحاضرها الغني، حيث تجد بداخله مجسمات لقلاع قديمة. والمتحف عبر معروضاته تتناول فيه ثقافة البلاد المختلفة من الحياة اليومية التي عاصرها القدماء. وكان من أبرز هذه المعروضات هناك نموذج للبيوت التقليدية والمجوهرات والأواني المنزلية والألبسة التقليدية وقطع الأثاث القديمة أيضا. كما قلنا سابقا، هناك معروضات يشتهر بها بيت الكراتلية، وأوصي برؤيتها، ومن أهمها خريطة مصر محفورة على بيضة نعام وكرسي العرش الذي يعود تاريخه إلى إسماعيل باشا، وحقيبة مومياء سوداء وذهبية تعود إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد، بالإضافة إلى قط برونزي مصري قديم. وإلى جانب كل ما سبق، يمكنك أن تقوم أيضا بالأنشطة الفريدة الأخرى المتنوعة والمتاحة في متحف جاير أندرسيون، مثل زيارة غرفة دمشق وغيرها من الغرف. ووعد أندرسيون بتأسيس هذا البيتين على الطراز الإسلامي، وأن يعرض فيهما مجموعته الأثرية من مقتنيات أثرية إسلامية وحتى فرعونية وأسيوية، على أن يصبح هذا كله ملكا للشعب المصري. ومن أبرز معروضات أدوات الإضاءة في العصور الإسلامية أيضا بعض المنتجات التي صنعها المشاركون في هذا المتحف. فإن المتحف يعد بمثابة متحف حضارات مصغر، لأنه يضم قطع أثرية نادرة تنتمي ل7 حضارات مختلفة، من بينها الحضارة الصينية والدمشقية والهندية والمصرية القديمة، إلى جانب الحضارة الإسلامية في القاهرة